تاهت القصة في ظلال الزمن. لا أحد يجرؤ على روايتها، ولا أحد يقترب من ذلك البيت. الناس يهمسون باسمها فقط: زريعة إبليس. في قرية نائية كانت هناك امرأة مسنة تعيش وحدها. وفي إحدى الليالي، وبينما تكنس عتبة بيتها، وجدت كيسا صغيرا مدفونا في التراب. كان الكيس مربوطا بخيط أحمر، وعليه ورقة مكتوب فيها: لا تسقها إلا في الليل، وإياك أن تلتفت خلفك. ضحكت المرأة وظنت أن الأطفال يمازحونها، لكن الفضول كان أقوى. زرعت البذور في جرة قديمة وسقتها ليلا تماما كما كتب. في الليلة التالية نمت النبتة بسرعة غريبة. أوراقها سوداء كالرماد، ورائحتها تشبه العفن والدم القديم. ومنذ تلك الليلة تغير كل شيء. صارت تسمع خدوشا على الجدران كل منتصف ليل، ضربات، همسات، أنفاسا خلف الباب، وكل من يبيت عندها ينهض مرعوبا وهو يصرخ: كان هناك شيء يراقبني من الزريعة. وجه المرأة بدأ يذبل، جلدها جف، عيناها أصبحتا فارغتين، وصوتها تحول إلى همسات غير مفهومة. لم تعد تتحدث إلا بجملة واحدة: أنا زرعت الشر بيدي. في ليلة عاصفة اختفت، لم يعثروا لها على أثر. فقط الزريعة بقيت تتحرك وحدها في الزاوية.